سأحدثكم عن الله سبحانه وتعالى قليلا، لكن أتمنى أنكم تركزوا معي وتسمعوا بكل تأني. يراك تعصي فيصيب قلبك بالندم، ثم يلهمك بالاستغفار فيغفر لك ثم يرضى عنك، ثم يبدل سيئاتك حسنات. ومن عظيم لطفه يراك مبتسما فيكتب لك أجرا، ويراك موجوعا فيغفر لك ذنبا، وما بين الذنب والأجر أنت محاط دائما بلطف الله. إذا أراد الله شيئا تغيرت قوانين الحياة حينئذ. البحر لا يغرق، والنار لا تحرق، والجبل لا يعصم، والحوت لا يهضم، والعذراء تلد. لو أحبك الله أحبك أهل السماوات والأرض، وسكنت الجنة قلبك قبل أن تسكنها. هو الركن والملجأ الوحيد، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. يرى ذلاتنا فلا يفضحنا بل يسترنا ويغفر لنا ويردنا إليه ردا جميلا. في قانون البشر لو أصبت 99 مرة وأخطأت في واحدة لتركوا 99 مرة وعاتبوك على الواحدة، ولو أخطأت في 99 وأصبت في الواحدة لغفر الله لك وقبل منك الواحدة. الرحمن على العرش استوى، لم يقل الجبار ولا القوي، إنما الرحمن، رغم أن العذاب بيده والعقاب بيده والمرض والابتلاء بيده. ما أكرمك يا الله. يريد أن يغرس الطمأنينة في قلبك، لا أن يخوفك، وأن يقربك لا أن يبعدك. يقول الله سبحانه وتعالى: لو أراد عبدي أن يعمل السيئة فلا تكتبوها له حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، فإن لم يعملها من أجلي وتركها فاكتبوها له بحسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. عن الرحمن أحدثكم. في عهد النبي صلوات ربي وسلامه عليه فقدت امرأة طفلها الرضيع، فبدأت تبحث في أنحاء السوق وهي قلقة خائفة الرعب فيها، فرآها النبي صلوات ربي وسلامه عليه هو والصحابة رضوان الله عليهم، فشعروا بالشفقة على هذه المرأة وحزنوا على حالها، وساعدوها الناس حتى وجدت طفلها الرضيع فحضنته حضن شديد. عندها قال النبي صلوات ربي والسلام عليه للصحابة رضوان الله عليهم: هل تتوقع